السلام عليكم. وصفتنا اليوم غادي تكون عدس بدون لحوم، عدس اقتصادي. غنحتاجو فيه نص كيلو ديال العدس اللي رقدتو من قبل، نقيتو ورقدتو في القليل ديال الماء، خليتو على الاقل واحد ساعه المكانه. الغرض ديالو اننا نرقدوه في الماء باش ما كطيرش لينا هذيك الجلده ديال العدس وكيبقى شاد في راسو. هنا عندي صلصه الطماطم، عندي جوج حبات ديال الطماطم محكوكين، عندي الخرقوم بلدي والبزار التحميره والسكنجبير والملح في التوابل، عندي بصله محكوكه، عندي القزبر والمعدنوس مقطعين، عندي جوج فصوص الثومه محكوكين، عندي فلفله حاره، وعندي كاس لاروب ديال الزيت مخلط، زيت زيتون وزيت المائده. انا استعملت تقريبا نصف كاس. غنبداو نصايب في طنجره. غادي ندير الزيت، غادي نضيف بصل ونخليه يتشحر شي شويه. البصله ديالنا بدات كتشحر كما كتشوفوا. غادي نضيف الثومه هي هذه ونخليها تشحر. ملي كتبدا تدبال عندنا البصله والذهب مع الثومه، غادي نضيف مطيشه الطحينه، الطماطم ديالنا ها هي لقات اللون ديالها ودابت مع البصله. غادي نضيف صلصه الطماطم، غادي نضيف العطريه ديالنا، والكزبر والمعدنوس، بدات العدس، ونخليه يتقلى شويه مع هاد العطريه ولاصوص. عاد نمرقوه ونسد عليه يطيب. مرقنا العديسه ديالنا، مشى ليا هذاك المقطع اللي مرقت فيه، درت فيه اطرو ديال الماء وضفت الفلفل الحار، وغادي نسد عليه ونخليه يطيب. العديسه ديالنا ها هي طابت كيف ما كتشوفوا. العديسه كتبقى ما كيطيرش ليها القشره ديالها، كتجي على هذا الشكل. غادي نقدموها في طبق تقديم. هذه هي العديسه ديالنا، كتجي على هذا الشكل. كنقدموها مع خبيز ديال الشعير او خبز الزرع، خبز ديال الدار. نتمنى وصفتنا تعجبكم وتجربوها. شكرا على المشاهده، الى وصفه اخرى ان شاء الله.